السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله هنعمل النهاردة القطايف. عايزة تطلعيها حمرة كده وحلوة ومقرمشة وماسكة نفسها. خليكي معايا وشوفي خطواتي وشوفي النتيجة هتكون ايه إن شاء الله. عندي هنا كوباية دقيق واحدة بس اهو. انا بعمل لك المقدار وانت عايزة تضعفيه زي ما انت عايزة. تمام يا قلبي، تمام يا قلبي. هتطلع معاكي هشة وجميلة ومقرمشة وزي العسل. هنحط ايه؟ هنحط معلقتين نشا على كل كوباية دقيق، معلقتين نشا. تمام، تمام. هنا هتنخلي كل حاجة عشان توزعي النشا على الدقيق وتقلبيه كويس اوي. معلقتين هرميين، يعني معلقتين مليانين كده على اخرهم حلوين كده نشا. وهنحط معلقه خميره ومعلقتين سكر وايه ورشه ملح. بس هنا ممكن لو انت عايزاها مظبوطه وتمام التمام، مش عايزاها مسكره ولا حاجه، حطي معلقه واحده بس سكر. طيب عشان ايه؟ عشان ما تحرقش ليكي القطايف. تمام. هنقلب كل ده ونطلع بيه فين؟ على الخلاط مع كوباية مية. يبقى المقادير: كوباية دقيق، معلقتين سكر، معلقة خميرة، رشة ملح. اهي دي رشة الملح. بس يستحسن تحطي معلقة واحدة بس سكر. تمام كده، تمام كده. لو انت هتحطيها في العسل، يعني في الشربات بتاعها، كفاية قوي 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 ان انت تحطي لها ايه؟ معلقة سكر. اما هترش عليها بقى سكر وكده، يبقى ايه؟ زي ما انت عايزة، نسبة السكر فيها زي ما انت عايزة يا ست الكل. اهو وتقلبي. هتبقى معاكي كوباية مية دافية، مش سخنة قوي ومش ساقعة قوي، عشان تعمل معاكي الخميرة وتتفاعل معاكي وتبقى زي الفل. من غير بقى بيكنج باودر ومن غير اي حاجه. عايزه تحطي رشه فانيليا حطي، براحتك خالص. تمام اهو. انا هنا ضربتها في الخلاط، لقيتها تقيله شويه، رحت حاطه لها ايه؟ بتاع ايه؟ معلقتين ميه كده. وهوريك السمك بتاعها عشان تبقى معاكي كويسه وما تفرش منك في قلب الايه؟ في قلب الصينيه او قلب الطاسه اللي انت بتصبيها فيها. طيب هتصبيها في ايه؟ هتصبيها في طاسة كريب او طاسة اللي هي ما بتلزقش. تمام، تمام. بمسحة زيت كده وهتشوفي كل حاجة بالتفصيل. حاجة بسيطة، لا تشتري ولا تروحي ولا تيجي. شوفي اهو اتخمرت معايا وبقت زي الفل. فانا حطيتها في الكوبايه هنا ليه؟ عشان يبقى سهل عليا ان انا اصبها وتنزل معايا زي ما انت شايفه. اهي صينيه مدهونه زيت طبعا، وعلى نار متوسطة. تسخن معاكي كده الطاسة أو الصينية بتاعتك، وبعد كده توطي عليها النار عشان ما تتلسعش منك. واعملي حساب السكر اللي احنا حاطينه عشان ما تلونش قوي معاكي. اهي من كوباية دقيق عملت كمية محترمة يا جماعة. وما تخليهاش تاخد لون قوي عشان ما تنشفش منك. شايفين اهو؟ تعرفيها ازاي سواها؟ زي ما انت شايفة كده اهي. عشان تعرفي انها عجينة ناجحة وخمرت منك، بتبقى وحدة القطفاية كده، وحدة القطايف قطفاية حلوة قوي. وحدة القطايف بتبقى هشة وفيها ايه؟ فراغات كتيرة زي ما انت شايفة كده. ولو وصلت معايا لحد كده، رجاء حط لايك يا ست الكل وليس امر. ده شغل يا حبايب قلبي، فاللهم اجعله شاهد لنا. فما تستخسريش فيا اللايك، لان ده حق يا جماعه. تمام، تمام. طب انت واجعه دماغنا ليه؟ ما نروح نشتري، ما نروح. في ناس معهاش يا جماعه، وفي ناس مش فاضيه، وفي ظروف الله اعلم بالناس. فاحنا بنحاول نوفر في بيوتنا على قد ما امكانياتنا وعلى قدنا. مش كل حاجه هنشتريها من بره. وحاجه بسيطه، انا هنا ولادي اللي كانوا بيعملوا، ابني حبيبي ربنا يبارك في عمره يا رب، هو اللي كان بيساعدني اهو. بحاجة كده تفرح العيال بمناسبة رمضان. مش كله شراء يا جماعة، ومش حجة فلوس أو استخسار أو وقت. لا، فرحة، فرحة جميلة أوي أوي. هنا بقى صينية الكريب بتاعتي بقى عتيقة كده زي ما انت شايفة، وإيه وحلوة كده ومطلعة لي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كمية كويسة جدا جدا. اهو. يا دوبك شوف ما بتلزقش زي ما انت شايفة اهو.
تعملي بقى حجم القطايف زي ما انت عايزة، عايز تعمليها كبيرة، عايز تعملها عصافيري، اللي نفسك فيه. اهو. خلي بالك، ودي القطايف يا حبيبة قلبي ما بتتقلبش، مش تقولي اقلبها على وشها، لا، عشان تعرف تمسك معاك الحشو زي ما هتشوفي. وعايزه تطلعيها مقرمشه وناجحه وخفيفه، امشي على خطواتي وان شاء الله هتوصلي لاحلى وافضل نتيجه. اهو انا بوريكي اهو، شايفه السوا، يا دوبك كده تشم النار اهي، وتبقى عسل عسل عسل. يلا بينا، يلا بينا، حطي لايك يا ست الكل. اهو شايفين، توسعي لغيرها اهو، مش واحدة بقى وتسيبيها، لا، عشان برضك توفري في الغاز وفي وقفة المطبخ وفي كل حاجة. انتوا عارفين قناتي قايمة على المصداقية بفضل الله، واللهم اجعله شاهد لنا يا رب العالمين. الطريقة دي اعتمديها مني وهتبقى زي العسل، وهتاكلي احلى قطايف. انا بسم الله ما شاء الله، الكمية اللي عملتها بألف هنا وشفا يا رب الكل من كل. لا تروحي ولا تيجي حاجة من كوباية دقيق وشوية مية. والخميرة في البيت باكو خميرة زي ما انت عايزة، ضعف الكمية وعايزة تحشيها بقى، اللي تحشيها مكسرات، تحشيها جبنة، تحشيها لحمة، تحشيها فراخ، لحمة مفرومة، فراخ، اللي نفسك فيه، خضار، كريمة، اللي نفسك فيه. اهو شوية مكسرات بقى، سوداني، زبيب، جوز هند، عندك بقى اللي عندك احشيه بيها، في منتهى الجمال وشوف التوفير والنظافة. وكفاية ان عارفة انها معمولة ازاي اهو، عشان تعرف انها قفلت معايا اهو. شايفة، عشان ما تقوليش انها عملت وخلاص، لا، بوريكي عملي، عملي ونظري وكل حاجة اهو. ومش ان شاء الله مش هتفك منك في قلب الايه، في قلب الزيت. عايزة تحطيها في الفرن تاخد لون، تسويها في الفرن يعني براحتك خالص اهو. اهو شايفين بقى الحلاوة والجمال اهي، قفلت من كل ناحية. تمام تمام اهو. هنا برضك ابن حبيب الله يبارك في عمره اهو بيوريها لك. طبعا اهو شايفه، هو بقى انا بقوله زود الكميه عشان احنا بنحبها محشيه كده وكويس، بس ما تزوديش قوي عن الحد عشان تعرف تقفل منك وما تفتحش منك وانتي بتسويها. طيب هتحطيها في زيت ايه، زيت متوسط يعني، الاول تخليه يسخن كده شويه، وبعد كده تقلبيها من ناحيتين وتوطي عليها النار. اول ما تاخد لون منك تمام، تبقى ذهبي كده وحلوه وكريسبي، وطي عليها عشان تبقى مقرمشه معاكي. تمام. وخلي بالك احنا حاطين فيها سكر عشان ما تتحرقش منك ولا تتشعف منك وتقولي ان انا ايه ما نبهتكيش وما قلتلكيش، وتضغطي كويس. شايفين اهو. هنا هقول له هنا بقى دي مش مفتوحة، سوري، ما مش مقفلة كويس اهو. وفي عسل تقيل او شربات تقيل يا حبيبة قلبي، وتطلعيها، تطلعيها سخنة والشربات يكون ساقع. شايفين اهو. مع